يا راجل دي شوطه مهاجم، دي شوطه مهاجم، دي شوطه يا راجل ما شوطهاش انا وانا كاسر ال 50. احسن تسعه في مصر، كنت لسه بقول احسن تسعه في مصر. ولا ثانيه بقى كده، ولا قلت ان هو ما ينفعش يبدا وعداد دباغ هو اللي يبدا، ولا قلت اي حاجه. ده احسن تسعه في مصر، هو ده اللي يبدا. بص 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 الجزيري، وبص اللفه، وبص الشوطه في البعيده، وبص الاجوان، وبص الفنان. انا اقول عليك ان انت مهاجم تعبان؟ انا اقدر اقول كده؟ انت افضل تسعه في مصر، انت افضل تسعه في مصر. انا ما اقدرش اقول عليك مهاجم تعبان. مين يقول كده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله يعتبر دي البدايه للزمالك في بطوله الكونفدراليه. باذن الله الزمالك النهارده يكسب مكسب كويس، مكسب كده كده انت ان شاء الله صاعد يعني من المجموعات، بس ده مكسب يديك بس الثقه، عشان انت مؤخرا حالتك مش حلوه خالص. يعني باذن الله الزمالك يقدم ماتش كويس ناخد بيه الثقه. والنهارده ماتش على روح محمد صبري الجميل، محمد صبري ان شاء الله يعني النهارده نفرح ولاده. واكيد لو هو كان موجود كان هيبقى مبسوط جدا بفوز الزمالك. عندي طبعا شويه تعليقات على الخطه يعني وعلى التشكيله، بس تمام يعني في البدايات وفي الحاجات دي تعدي. بس يا رب يعني ما يحصل لنا ازمه تخلينا نتجنن ونتكلم بقى على التشكيل. يا نهار ابيض يا ناصر يا ماهر، دقيقة 3 فرصة صعبة أوي، فرصة سهلة أوي، فرصة سهلة أوي يا ناصر يا ماهر. دقيقة 3، يا نهار أبيض. إن شاء الله الزمالك يقدم ماتش حلو يعني. كانت سهلة أوي يا ناصر يا ماهر، حلوة أوي. يا خرابي يا ناصر يا ماهر، لو تلعب كورة من أجل الكورة يا ناصر يا ماهر. يا جماعة بحب أوي استاد القاهرة في الشتاء بقى وهو مغيم وبتاع، ذكرياته حلوة برضه يعني. الفرجة على استاد القاهرة وهو مغيم كده وبتاع بتبقى لذيذة جدا. أحمد ربيع ده من يوم ما دخل الزمالك وهو مصاب، حاجة يعني صعبة جدا. لعيب جامد ولعيب كويس، بس من يوم ما دخل النادي وهو مصاب يعني. أنا مش فاهم يا رب اللعيبة لما بتخافش دي. وبعدين احنا ليه اللعيبة اللي هي بتكون مثلا إصاباتها طويلة دي احنا يعني يا جماعة احنا ما بنسألش. يا جماعة الحاجات دي في أوروبا انتحرت خلاص، ما بقاش في حاجة اسمها كده في أوروبا يعني. بتحصل حالة كل 100 لعيب بتجيبه بيحصل لك لعيب بتلبسه بقى كده. لكن احنا في مصر هنا كل 10 في منهم 5 انت بتصابوا بيقرفوك. مش عايزة تخش ليه؟ يا خرابي مش عايزة تخش ليه؟ كرة بتزيرة جامدة أوي، كرة حلوة أوي بزيرة، وكرة نصر ماهر حلوة أوي. بتلمحها ليه كده؟ جميلة والله. المفروض يعني ان ده ماتش سهل يعني الكرة تدخل بقى يعني، ما تتنحش معانا كده يعني. كرة بزيرة حلوة قوي، الواد بزيرة ماشي يفتش في العيال بطريقة بنت لذينة يعني، ماشي يفتش اوبا على الفنس. احمد فتوح بينفرت، بيدخل في عمق الملعب يعني. ودي كانت من بدايات افكار اسوريو، لو تفتكر اسوريو معايا يعني، دي بداية افكار اسوريو. الباك الشمال عنده او الباك اليمين، بس هو كان بيعملها بالباك الشمال اكتر، بينفرت في الملعب جوه يعني. وكان احسن واحد في مصر اعتقد بيعملها هو فتوح يعني. فتوح لعيب كوره ابن كلب جامد. لما جرب فتوح. كوره خطه ومش عايز تخش، خالد مش عايز تخش يا فتوح ليه؟ حلوه قوي. يا خرابي يا فتوح، يا خرابي يا فتوح لو بتلعب كوره يا فتوح. يا خرابي انت وناصر ماهر لو بتلعبوا كوره عشان الكوره. مش عارف ليه الاجواء دي كده بفكرني بفرجاني ساسي وبن شرقي ولا كده يعني. الزمالك حلو، الزمالك حلو والله، بس الكوره متنحه شويتين يعني. الكوره متنحه شويه بس الزمالك حلو يعني. الواضح ان الزمالك المفروض هيكسب مكسب كويس يعني. فان شاء الله ماتش مريح النهارده يعني، ما يحصلناش ازمات، ما يحصلناش اصابات، ما نفقدش الثقه بسبب ماتش سهل زي ده. فان شاء الله الماتش هيبقى كويس يعني. طبعا عشان خاطر حبيبنا صبري، الله يرحمك يا صبري. دقيقة 12 في رقم محمد صبري، الزمالك ولع، جمهور الزمالك ولع الكشافات على روح محمد صبري يعني، تخليدا للرقم بتاعه والذكراه يعني، وان احنا نفتكره يعني.
نقرا له الفاتحه، وباذن الله يعني يا صبري اللي انت ما قدرتش تحققه وانت عايش اولادك يحققوه، وتكون انت السبب في ان هم حياتهم تبقى حاجه تانية يعني ان شاء الله يعني. انا مش فاهم دونجا بصراحه، يعني صعبه قوي يعني. هي فاول والكره باينه ان هي فاول، فانت خلاص يعني هي فاول خلاص، انت بتعترض يعني ويقوم مشوح وبتاع واخد انذار، تيجي انت بقى هي فاول، هي باين يعني ما فيهاش كلام، هي فاول ما فيهاش كلام، فاهم؟ فخلاص انت عملت فاول دمه تقيل، خلاص الراجل حسبه، خلاص اسكت امشي عدي يعني ما حصلش حاجه يعني. لا اقوم مشوح، فاجي بقى انذار على انذار على انذار، اخسره بقى في ايه؟ اخسره بعد ما نصعد من المجموعات، ولا اخسره بعد بقى في ماتش مهم، ولا ابقى محتاجه في ماتش في نهايه المجموعات انا محتاج نقطه عشان اصعد، فانا ابقى اخسره حاجه يعني في منتهى القرف. تعبنا وزهقنا، نفسي بقى خلاص بقى نطلع من المرحله دي بقى. الزرع جامد قوي يا جماعه، الزرع جامد قوي، الزرع جامد قوي يعني. الواحد انا نفسي يجي اليوم اللي نخلص فيه في شله لعيبه كده نخلص منها. حلوه دي، يلا 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 يا بزير، يلا مشي. طب جاتلك في البعيد بلانتي مفيش. حلوه يا بزير، حلوه، العب اللي بره، اللي شحات، اللي اوف، طب شوط، طب يلا. راحت. مفيش فار في المجموعات، مجموعات دوري ابطال افريقيا مفيش فار. انت عارف يا دونجا لو خدت انذار النهارده تاني ورحت مطرود، حتى لو كسبانين 100، عشان انا زهقت واتخنقت بصراحه بقى من الحركات بتاعتي، يعني تحس ان انديه مبتدئين يعني، انديه هواه. حلوه مصر يا ماهر والله، حسبي الله ونعم الوكيل. بص عمر جابر بيرفع اوفر حاجه الحاد كروي، ما ينفعش يبقى حاجه اسمها غير يعني، ما ينفعش يبقى حاجه غير اللي هو الحاد كروي. عمر جابر ده عادي، شخص عادي. دوس يلا دوس يلا يا شريف، يلا دوس يلا يا شريف. ايه القرف ده يا اسطى؟ انت بتخلص من الكوره، ايه الكوره دي اصلا؟ انت عملت ايه بس؟ خدها عدل قام رافع اوفر، يعني اوفر عطلانين يعني، اوفر والله العظيم ماتش سهل وضيعت هجمتين في الاول، تمام انا مبسوط وكنا ممكن نجيبه تمام وكل حاجه، بس احنا عندنا مشاكل كبيره قوي يا جدعان، عندنا مشاكل كبيره قوي في الفرقه، وفي لعيبه المفروض ما تخشش النادي اصلا، يعني في لعيبه ما ينفعش تلعب كوره، يعني ما ينفعش تلعب كوره في الزمالك. الحسنه اللي الحسنه الوحيده اللي بيعرف يعملها جزيري ان هو يعرف يجري في المساحات، فاهم؟ هيروح بقى يستلمها تمام زي ما استلم اهو، هيقوم مديها لهم عادي. يا بزيره حلوه، حلوه بزيره، حلوه حلوه مش وحشه، حلوه الكوره بقت كورنر لينا، بس يعني ماشي، خد الثقه وشوط واعمل وبتاع. الزمالك حلو والله، بس انا برضه مش مبسوط. مش عارف، في عندنا كميه عشوائيه غريبه يعني. انا مهموم والله يعني، انا مهموم من مهموم يعني. يعني عندنا كميه عشوائيه تضايق يعني. بص مفيش حد جوه 18 هيترفع اوفر، مفيش حد جوه 18 اصلا، مفيش مش عارف ايه، حاجات كتير كده دمها تقيل. انا المفروض الواحد يتكلم فيها، بس انا محبط يعني، عندي احباط غريب كده في حاجات كتير. انا ما كنتش مقتنع بان احمد عبد الرؤوف يجي الفرقه اصلا، بس تمام يعني على راسي يعني، راجل محترم وبتاع. يا رب يا رب يا رب يا رب، حرام عليك يا راجل، احمد شريف ده انا صعب قوي يا جدعان. ربك فرجها ومشيت معاك، ما تقوليش عمل كل حاجه، انا ما عملتش كل حاجه، هو ربك فرجها ومشي، ربك فرجها ومشي يعني، مش هندلس يعني. هو زقها وقام ماشيه معاه خلاص، وكتمت وبتاع، خلاص يلعب للناس. بص بص سيف، بص ناصر ماهر، يا راجل دي شوطه مهاجم، دي شوطه مهاجم، دي شوطه يا راجل ما شوطهاش انا وانا كاسر ال 50. جمهور الزمالك مقدم ملحمه في الاستاد لمحمد صبري وللتشجيع وللزمالك. جمهور الزمالك على طول رقم واحد في اي حاجه، في اي حاجه في مصر يعني، هي الرياضه في مصر لو هتتلخص في شيء فهو جمهور الزمالك، ولا هتتلخص في نادي، ولا هتتلخص في فرقه عملت حاجه انجاز، ولا هتتلخص في اي حاجه غير هتتلخص في جمهور نادي الزمالك. ملحمه في ارض الملعب، ملحمه في المدرج لمحمد صبري في التشجيع. يا رب بقى نشوف ملحمه في الكوره بقى، عشان الواحد تعب نفسيا. وحشتنا صبري، وحشتنا. الماتش ده هتلاقينا بنتكلم كتير على محمد صبري، صاحب ال 15 بطوله مع نادي الزمالك، راجل تاريخ في النادي يعني، تاريخ. لعب حوالي 9 أو 10 سنين في النادي، ما خدش حقه اعلاميا خالص خالص. عايز افهم ليه بقى الزمالك بادئ
الجزيري مش معدي الدباغ، مع ان معدي الدباغ هو اللي بيعرف ينزل، بيعرف يستلم. الماتشات اللي فيها فرقه متكتله زي دي بتدافع، انت محتاج المهاجم اللي بيعرف يستلم اكتر وبيعرف يرخم اكتر، بيعرف يستلم تحت ضغط وهو ظهره للملعب اكتر ويسلم للناس. كل ده مش بتاع، ما بيعملوش الجزيري. وده ماتش مش من بتوع الجزيري، ده هو في مساحات، ماتش مش هتلاقي فيه مساحات كتير. ليه مش صبحي تاني بعد ما الراجل ماسك فورمه والراجل عامل ماتشات هايله هايله هايله؟ ليه مش صبحي؟ مش قادر افهم يعني. الخوف، كل الخوف ان الماتش يتسرسب زي ماتشات كتير مؤخرا اتسرسبت والزمالك يتعادل ولا حاجه مش عارف. انا بدات اتخنق يعني، في حاجات كده تستفزني قوي في الكوره، يعني 99% منها جوه الزمالك. فين ايام الباك اليمين بتاعنا احمد السيد زيزو؟ ماتشات زي دي رخمه كده، يقوم رافع لك اوفر من الكورنر، فاهم؟ يقوم مخلص لك الماتش. مش هتلاقي خطوره في الزمالك الا من بتزيرة. اي خطوره بتزيرة. ناصر ماهر وفتوح من بره شويه هتلاقي خطوره وتحضير لعب حلو، لكن خطوره بقى اللي هو انت في حاجه حصلت بجد هو اخوان بزيرة. جول جول! الله، جت كفته الجزيري، كفته 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 كفته. العب يا جزيري، الدنيا يا جزيري. ايه يا سيدي؟ ايوه شطوره شطوره، جبنا جول. اول احسن 9 في مصر، كنت لسه بقول احسن 9 في مصر. ولا ثانيه بقى كده، ولا قلت ان هو ما ينفعش يبدا وعداد الدباغ هو اللي يبدا، ولا قلت اي حاجه. ده احسن 9 في مصر، هو ده اللي يبدا. عشان الكاميرا، عشان الكاميرا. بص 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 الجزيري، وبص اللفه، وبص الشوطه في البعيده، وبص الاجوان، وبص الفنان. انا اقول عليك ان انت مهاجم تعبان؟ انا اقدر اقول كده؟ انت افضل 9 في مصر، انت افضل 9 في مصر، انا ما اقدرش اقول عليك مهاجم تعبان. مين يقول كده؟ سيلا وشها حلوه قوي، سيلا وشها حلوه، عشان ما كناش بنجيب جول. لما انت جيتي دخلتي عليا عملتي لي مشكله، جبنا جول. ما غسلتيش وشك؟ لا بقول لك وشك حلو دي، يعني انت يعني شكرا. لا يعني ما غسلتش وشي. وشك بقى بالتراب. الزمالك كان لازم يجيب جول الشوط الاولاني. شطوره حبيبي، كلت الزبادي قلت الحمد لله. اهو سيف الجزيري ده عامل زي الزمالك بالظبط، انت ولا تفهمه ولا تعرف امتى هيبقى حلو ولا تعرف امتى هيبقى وحش. هو زيه زي الزمالك. سيف الجزيري ده تحسه انه شبهنا قوي يعني. هو تحسه ايه، كان بذره ولما كبر بقى الزمالك. ده اكبر نعمه مرت بيها في حياتي وسايبها ورث كبير لاولادي. الزمالك رافع رسائل كتير، رافع بتاع 7-8 رسائل من الحاجات اللي كان بيقولها محمد صبري. جمهور الزمالك كاتبها بانرات ورافعها، شكلها تحفه جدا وحاجات ايقونيه جدا تخلد يعني في تاريخ نادي الزمالك وتاريخ صبري. الزمالك نزل الشوط الثاني ضغط محترم جدا، بيغلط الفريق الثاني. خرابي شحاته عملها الفتوح حلو قوي، فتوح لاحمد شريف تحفه، هو سندها حلو وشاط حلو، بس كانت عايزه دقه اكتر يعني. يا جماعه هو في ايه يا جماعه؟ هو في ايه؟ هما بيزيروا يا جدعان، كل ما يستلم الكوره ده في مصر وفي افريقيا الناس كلها حفظت خلاص، يستلم الكوره بياكلوه كل علقه وعلقه. يا جماعه غلط كده يا جماعه، هو في ايه يا جدعان؟ هي الناس دي ايه يا جدعان؟ في ايه ده؟ بص ده يبطلوا كوره قسما بالله في كوره زي دي. ايه القرف ده يا عم؟ برضه في مصر هنا العيال تفضل تضرب فيه وخشونه مش طبيعيه، ويجي بقى تلاقي شيل طلعه من مش عارف ايه يا مين، طلعه بتدخله في الشورت تحطه في الزمالك لازم يكسب 2-3، لكن واحد مش عشان مثلا هم ممكن يرجعوا عليك في الماتش ده، كده كده ده تبرير اساسي ان هم ممكن يرجعوا عليك في الماتش طول ما هو 1-0 بس عشان كسب الثقه، عشان لعيبه تجيب اجوان، عشان انت في البطوله تبقى مركزك متقدم، ما تطلعش مثلا مركز تاني بسبب ان انت مثلا اهدافك اقل. حاجات من دي كتير بقى يعني. المكسب بارقام اكبر من واحد بيبقى شكله احسن وبيفيدك، واللعيبه بتبقى مرتاحه وما بتخشش يعني. حتى كمان اللعيبه لما بتبقى كسبانه 2-3 الفرقه اللي قدامك حاسه خلاص ان هو مش في الماتش، ما بيقعدش بقى يضرب وما بيقعدوش يعملوا اللي هو لسه بقى عايزين يرجعوا، انت بتقلل مجهودك. حاجات كتير قوي يعني المكسب كبير بيخلصه. والله يا جدعان الواحد ما قادر يصدق ان عمر جابر ده يعني سبحان الله يعني يا جدعان 100 سنه بيلعب كوره وتحسه بجد ما عندوش
اي حاجه ولا تطور 1% حصل في حياته. كده هينزل عبد الله السعيد وهيطلع احمد شريف كمان، يعني كده اعتقد بنسبه كبيره هيروح هناك ناصر ماهر، هيروح هناك، هيروح وينج يعني، وهيبقى بيلعب بثلاثه في نص الملعب. عبد الله السعيد عنده 40 سنه بيعمل تاكل وبينكش الكوره وبيوقفها على دماغه وبيمشي اللعب. راجل يعني والله العظيم كتر خيره يعني. هم عندهم شيكو بانزا زينا، الواد ابو شعر اللي هو الوينج الشمال بتاعهم ده تحسه شيكو بانزا بتاعنا والله. بص بيجري وخلاص، نفس الهيئه ونفس الشكل وبيجري وخلاص ومفيش حاجه بيقدمها في الحياه، فاهم؟ بص 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 عبد الله، بص عبد الله كرة صعبة دونجا بعت له محضر، قام ناكشها وقام قاطع موقفها على دماغه وقام زايقها، يعني كل تحس يعني سبحان الله. بص دونجا محضر تاني، بص حاجة صعبة أوي دونجا ده يا جدعان. حاجات زي دي ممكن تقوم ملبساك جون، ملبساك ماتش، مضيعه لك الدنيا بسبب ان انت مفيش اي حاجه بتتقدم، مفيش اي حاجه بتتقدم، ومعلق الماتش 1-0 وحاجه زفت. طلعنا دونجا للاصابه، نزلنا محمود جهاد مش بيبعت محاضر بقى لاصحابه، محمود جهاد بيديك الحرز في ايدك يقول لك استلمه وعدي ورينا تعمل بيه ايه، يسلمك الحرز جوه الكمين ويقول لك وريني بقى نفسك. الحمد لله ان اللعيبه الافارقه دي ما عندهاش مخ. بص الواد سريع سرعه غريبه وعدى وراح وبتاع، ولو عمل كوره بالعرض للزمالك بطوله على الزمالك، لو عمل باك باص لبره جول هيجيبوا جول. قال مع ابتدي يستنى وابتدى الحمد لله. العيال الافارقه دي الحمد لله ان هي ما عندهاش، بص ما تفهمش. محمد شحاته عدى بفنت جه معاه صدفه، يعني هو ما كانش قاصد يعدي كده، عدى خلاص فربك فرجها وشكلها حلو. بص بقى، لا انا لعيب مصري اعمل ايه؟ هاخدها بقى عشان اوريك ان البنت ده ما كانش بقى ايه بالصدفه، ده انا قصدي، وهحنكش هحنكش هحنكش. طب روح العب، طب باصي بقى باصي بقى، ولما يقرر يباصي باص غريب، الكوره يتكعبل في الكوره تقوم معديه من تحت رجليه بشكل غريب. انا والله انا زهقان وملان والله زهقان وملان يا جدعان. احنا اللعيبه عندنا يا جدعان بدون مخ بدون مخ. احمد عبد الرؤوف بطلها لمحمود جهاد خلاص، نزله الراجل خد انذار قام مطلعه تاني، كل ده في 10 دقايق بس، فاهم؟ في الشوط التاني في 10 دقايق بطلها له خلاص. يا جماعه احنا كسبانين 1-0 بس، احنا حالا هيجي فينا جول. نهار ابيض والله يا عم. لا الحق الباك اليمين بتاعي عمر جابر الخبره بيعمل ايه؟ يا خرابي كنا هنلبس والله واحد. هو ايه شيكو بانزا ده يا جدعان؟ انا شيكو بانزا ده بيجيب لي اكتئاب لما بشوفه في الملعب والله العظيم. لعيب الكوره يا اخي سبحان الله. طب ما العب انا كمان كوره طيب، انا ليه ما ايه يا ادم مكايد يا حبيبي؟ في ايه يا بابا؟ مش قادر تزق الكوره حبيبي؟ بابا مش مريح بقالك قرن، مش بتاخد فلوس ومريح، ولا انت ما بتاخدش فلوس؟ صح؟ مفيش حد عندنا بياخد فلوس. شيكو ايه بنسى ايه بس؟ انا بقول يلا شيكو ايه بس؟ ده انا عبيط انا كمان. هو ايه اللي يلا شيكو؟ هو ده لعيب كوره؟ يلا يا راجل انا ناقصه فقر. زوايا ايه ده؟ عايز ظبط كل حاجه، ده عايز بص يعني، ده عايز يمشي، ده لازم يمشي. شيكو بنزا ده هيلاعب منتخب مصر، يجي بقى ايه نكسبه، كابتن حسام العميد حسام حسن يقول لك ده احنا لعبنا وزعق لنا. يا عم ده انت بتلعب شيكو بنزا. شيكو بص بص شيكو هيعمل ايه؟ بص بص انا لسه ما اعرفش حاجه. ده له ما اعرفش حاجه. ده ايه ده؟ ما اعرفش حاجه والله. خدها اداها له شيكو يعني، وانا بقول لك لسه ما اعرفش حاجه، هو خدها قام مديها للواد. مش ممكن. ما اعرفش العب كوره. ده هيطلع مش لعيب كوره في الاخر وضحك علينا، فاهم؟ وضارب باسبور وضارب بطاقه، وهي عارف انا العيال اللي هم الافارقه الصغر اللي هم بيبقوا مسافرين تهريب. ده يا باشا ايه؟ ده لعب لعبه، ده لعب لعبه. قال لك يا باشا بدل ما اسافر اوروبا تهريب وبتاع واعمل بقى ورق وبتاع وممكن اتحبس وبتاع واغرق في البحر وانا هربان على مركب ولا بتاع، هو ضرب باسبور او ضرب ورق ان هو لعيب كوره، فاهم؟ فجي احنا بقى قابلنا احنا في الطريق. يا شيكو يا ابن اللعيبه، يا شيكو يا ابن اللعيبه، مهار يا جميل يا ابن التاني بيقول لك عنده ايه الغايه. يعني العيال بتكسر، العيال بتدغدغ، مش بتلعب كوره. يا عمر جابر يا ابن النادي يا لعيب يا كبير. عبد الله شكله اتصاب بجد، عبد الله شكله اتصاب بجد.
عبد الله شكله اتصاب بجد. بص بقى شيكو بنزل اللعيب بقى هيعمل ايه؟ هيديها لعبد الله عشان عبد الله مش قادر يتحرك في الملعب. عبد الله واقف الفرقه كلها بتجري وهو واقف، كان شكله اتصاب. الحمد لله فوز بنتيجه مقرفه 1-0. بتلعب فرقه غلبانه. الحمد لله فوز، بس والله العظيم رحت فرحان بيه عشان خاطر محمد صبري وعيال محمد صبري، وان ان شاء الله يعني اللي جاي يبقى احسن. مفيش معالم من اللي جاي ان هو هيبقى احسن، بس الحمد لله ان شاء الله اللي جاي يكون افضل للزمالك. مش عارف ازاي بس الواحد محبط ومش بخير خالص يعني. الزمالك شكله مش وحش، الزمالك شكله وحش بجد يعني. كان معاكم ايهاب السني قناه مفلسين كوره. ماتش مهم ك3 بونت مش اكتر، لكن انت ما كسبتش اي حاجه تاني من الماتش. قناه مفلسين كوره، ايهاب السني، سلام.